السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. تحضيرات رمضان بدأت اهي، كل يوم هطلع لكم ان شاء الله بحاجة جديدة عشان تجهزوها لرمضان. هنعمل النهارده السمنة البلدي. هعمل ربع كيلو دهنة هحولها لكيلو سمنة بلدي، يعني ربع كيلو ب20 جنيه، بس هنحولها لسمنة بلدي كيلو ب150 واكتر كمان. اول حاجة معايا كده بسم الله الرحمن الرحيم، جبت ربع كيلو بس من الدهنة. بتجيبيها من عند الجزار، بيديكي دهنة بتقولي له عايزاها من بيت الكلاوي. دي بتكون حتة جميلة جدا، بتطلعي منها احلى سمنة بلدي. تمسكيها تغسليها الاول وتطلعي منها اي جلد او اي حاجة كده زيادة لو فيها بواقي لحمة او حاجة، وتقطعيها قطع صغيرة زي ما انت شايفاها قدامك كده. وبعد ما بتقطعيها قطع صغيرة وتحطيها في حلة كبيرة، لازم تكون الحلة كبيرة عن الكمية اللي انت هتحطيها فيها، عشان بعد كده بيحصل فوران ما يبهدلكيش الدنيا. وحطي عليها كوباية زيت، بالظبط كوباية من بتاعة الشاي حطيها كوباية زيت. وحطيها على النار. لو انت اول مرة تعملي الطريقة دي حطيها على العين الصغيرة عشان تطلع معاكي مظبوطة وناجحة وما تتلسعش منك. حطيها على العين الصغيرة وغطي الحلة وتابعيها من وقت للتاني لغاية ما تتأكدي ان السمنة معاكي ساحت خالص. وبعد ما بتسيح خالص تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه، اول ما بتتحول الدهنة للون الذهبي ده، بتروحي بقى مصفياها، طلعيها بالمعلقة المصفى. صفي كده وطلعيها زي ما انا بطلعها قدامك كده، زي ما انت شايفة الشكل ده. وتروحي مطلعه كل البواقي دي وتحطيها في طبق واستخدميها، او في علبة وخليها في التلاجة واستخدميها برضو في الطواجن وفي صواني الفرن، في البطاطس، في اي طبيخ بتعمليه. حطي برضو معاها الدهنة، بتدي طعم جميل جدا. بعد كده طفي النار عشان انت اول مره تستخدميها، عشان هتعمل معاكي فوران. حطي عليها كوبايه لبن بلدي، مش المعلبات، لازم يكون لبن بلدي. وعادي لو انت كنت لسه غلياه وبرد عادي مفيش مشكله خالص. حطيها كوبايه عليها بس بعد ما تطفي النار، عشان هتفرم معاكي جامد. ولازم الحله زي ما قلت لكم في اول فيديو تكون كبيره، علشان الفوران ده ما يطلعش بره الحله ويبهدلك الدنيا او انت تتلسعي. وبتطلع جميله جدا معاكي. حطيتي كوبايه اللبن عليها، سيبيها لغايه برضو ما تغلي تاني، وايدك فيها كل شويه كده وانت واقفه في المطبخ بتعملي حاجه. من الوقت التاني قلبيها لحد ما تتاكدي ان هي اللون الذهبي، المرته اتحولت للون الذهبي. اللبن لما تحطيه عليها هتتحول مرته. المرته لازم تتاكدي ان لونها بقى ذهبي زي ما انا وريتهولكوا هنا دلوقتي. اول ما تلاقيها لونها ذهبي كده، تروحي طافيه عليها النار وتسيبيها لما تهدى خالص. اول ما تبرد منك خالص بقى وتهدى، تعرفي ان انت تحطيها يعني في برطمان. تبداي ان انت تصبيها في البرطمان بالشكل اللي انت هتشوفيه ده. وبتطلع جميله قوي يا جماعه، والله عامله زي السمنه البلدي وكانك بالظبط، وبتبقى مرمله وريحتها جميله. لو انت هتسيبيها وقت طويل وعايزه تحفظيها، ولو ما فيهاش اي ريحه ولا حاجه خالص، استخدميها في كل الطبخ بتاعك بتاع رمضان، بتبقى جميله جدا. بصوا انا بعد ما بثبتها، المرته قاعده في اخر الحله تحت اهو. حطي فيها فلفل اسود اللي هو حصى، فلفل حصى، ارمي معاها فلفل حصى، بيديها برضو ريحه وطعمها جميل جدا. شايفين الترميله والجمال؟ والله مفيش بعد كده. وعملتي برطمان كيلو، كأنك جايبة سمنة بلدي بالظبط، كيلو ب150 جنيه يعني أو أكتر، في أماكن بيباعها غالية. دي بس كل ده من ربع كيلو بس دهنة، عمل لي الكمية الجميلة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى تكتبوا لي في التعليقات اللي يجربها، وإن شاء الله تعجبكم. أشوفكم في حلقة جديدة مع دلع مطبخك مع نانسي. وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. باي باي.